يا أستاذة لو سمحت. ايوه. حضرتك أنا مش عارف أتنفس. هيك افتح الشباك. لا المشكلة مش في الشباك، المشكلة إن البلالين عمالة تخبط في وشي كل شوية، وإحنا الطريق قدامنا لسه طويل على ما نوصل. اسفه قوي. طيب كده اعدل الحاجات دي كده يمين عشان عمو ورا. ما هي برضه كده مضايقاني. بصراحة بقى هم كبار قوي. طب اعمل ايه حضرتك؟ يعني حضرتك ممكن تفسيهم ولما توصلي ابقي انفخيهم. افسيهم ازاي حضرتك؟ دول هيليوم. معقول انا هنفخ هيليوم ببقي؟ وأنا أعمل إيه دلوقتي بقى أنا؟ يا استاذ نستحمل بعض شويه، ده طفل صغير وشكله عيد ميلاده النهارده. سيدي ما اختلفناش، بس هو عيد ميلاده ولا عيد ميلاد الأستاذ اللي باصص لي طول الطريق من البالونة ده؟ الاثنين. هو وبابا عيد ميلادهم في نفس اليوم. حضرتك كنت عملتيهم هما الاتنين في بالونة واحدة على الأقل، كنت سبت لنا مساحة يعني. طب ما حضرتك لو هما الاثنين في بالونه واحده هتبقى كبيره جدا وهيبقى عندنا نفس المشكله يا فندم. علمي المؤشر رفع ل 23. خليك دايس عليه. هو الباشمهندس خالد فين؟ معرفش، كلمه قول له احنا على 23 عشان قال لي لما يقرب على 25 كلموني. باشمهندس خالد. باشمهندس خالد. أيوه. المؤشر رفع ل 23. ب 24. بقى 24 ما شاء الله. انت سامعني؟ ايوه سامعك. هروح فين يعني في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ انت كنت فين يا هندسه؟ رحت المفاعل عشان اكلم مراتي في التليفون اطمن عليها. ها طمني العداد وصل لكام؟ 24 ونص. هو في حد بيكلم مراته؟ ده انا بهرب منها لما بتتصل في التليفون. انا كلمتها عشان اطمن عليها، وكنت عايز اقول الولد كل سنه وانت طيب، مش حابب يبقى عيد ميلاده وما بقاش معاه. يا سيدي مفيش مشكله، مش انتوا في نفس اليوم؟ يبقى هفوا الشمعه مع بعض. هي اصلا ما ردتش عليا في التليفون، مش عارف في ايه. تلاقيها نزلت تشتري حاجه، هما كده. مين دي اللي تنزل؟ هي دي بتعرف تنزل ولا تتنيل؟ دي لخمه ما بتعرفش تتصرف في اي حاجه. طب ازاي بقى؟ ما انت سايبها لوحدها طول الوقت وبتنزل لها في الاجازات بس. ما هي الاجازه بقى اللي بنزلها دي